السكة شفت اتنين ماشيين مع بعضهم، ما تقولش رايحين فين، سيبهم مع بعضهم. بالك مشغول جدا بمشاكل وهموم كتيرة ونفسك تقعد مع حد وتتكلم معاه؟ هنقعد مع بعض كلنا وهنتكلم كتير قوي في قعدة حكاوي مع صفاء أبو سعود يوم الأربع من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. هنسمع مع بعض دلوقتي صفاء أبو سعود في قعدة حكاوي على راديو في السكة. مساء الفل والسعادة على كل بيسمعونا مستمعين راديو في السكة في كل مكان، اللي لسه في الشغل واللي لسه مروحين واللي على القهوة قاعدين معاكم من دلوقتي ولمدة نص ساعة ان شاء الله الجايين صفاء أبو السعود وبرنامجكم قعدة حكاوي. هنتكلم في موضوعات كتيرة جدا 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 زي ما عودتكم كل حلقة ان شاء الله ان احنا نتكلم في 3 فقرات بتوعنا ماذا لو، وفقرتنا التانية معلومة على الماشي، وفقرتنا التالتة والأخيرة أسماء ومعاني. وقبل ما نبدأ أول فقرتنا هنطلع فاصل غنائي سريع، استنوني راجع لكم. استنونا، اوعوا تروحوا في أي حتة، راجعين تاني. كل إنسان عنده موهبة بيحبها، بس مش كل إنسان بيعرف يخلي موهبته هدفه اللي عايز يوصله. فعلشان نعرف نحقق هدفنا ازاي هنسمع الهدف أسلوب حياة مع نور الأهواني يوم الحد من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. كل أخبار النجوم وكواليس أعمالهم الفنية وآخر المهرجانات العالمية هنسمعهم في شادي والنجوم مع شادي محمد يوم الخميس من الساعة 6 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. هكونا ماتاتا ارمي الماني اللي يغيظ، انساه المستقبل اديه كل التركيز، هذا هو البريد الفلسفي. هكونا ماتاتا. أطفالنا هم سر حياتنا، وعلشان نعلمهم صح بنقدم لهم المعلومة في صورة حكاية صغيرة. هنسمع حكايات جديدة جدا في حكاية تيمون مع إيمان السيد يوم الثلاث من الساعة 6:30 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين للقاء، مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى، لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. عايز تعرف ازاي تقرب من ربنا؟ غلطت كتير في حياتك وبتقول خلاص مفيش فايدة، في معلومات مش عارفها في دينك ونفسك حد يقولها لك؟ شخص واحد بس هو اللي هيدلك على الطريق الصح، أحمد سنبل في دينك حياتك يوم الأربع من الساعة 6:30 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. وهتطمن مش هيسيبك ويدخلك الجنة معاه، وعايشين من رزقه ونتنفس في هواه، يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين ورجعنا لكم تاني مع صفاء أبو السعود في قعدة حكاوي على راديو في السكة. ورجعت لكم بعد الفاصل مستمعينا، ولسه معاكم صفاء وبرنامجكم قعدة حكاوي. والنهارده هنتكلم في اول فقره لينا وهي ماذا لو، والنهارده هنتكلم عن ماذا لو
انت مثلا حبيت واحدة اكبر منك، هل هتروح تتقدم لها وتتجوزها؟ وانت لو حبيتي او حبك واحد اصغر منك هتوافقي تتجوزيه او لا؟ سألت اصدقائنا على الصفحة وكل واحد طبعا كان ليه رأي. لقيت مثلا ان ميارة قالت اوكي انا ما عنديش مانع طالما في حب، وطارق رفض رفض تام جدا جدا وقال لا انا ضد الفكرة دي، اخدها اصغر مني. وهلاقي مثلا ان عماد كان موافق على الفكرة وقال طالما في حب. ولقيت مثلا ان كان في ايمان قالت ممكن احتمال. امل قالت لا بشكل قاطع انها ما تاخدش واحد اصغر منها نهائي نهائي لانها تاخد عيل تربيه. ولقينا في اختلف بين اللي وافق وبين اللي رفض، وكل واحد فيهم كان ليه وجهة نظر. لقينا اللي قال موافق عشان لو في حب وشايف ان الحب هو السبيل، ما فيش حاجة اسمها عمر او سن. وفي اللي رفض تماما واللي قال انا هاخد واحد اصغر مني اربيه، واللي قال هاخد واحدة قد امي وكلام كتير كان فيه اختلاف بينهم، لان كل واحد طبعا ليه تعريف خاص عن الحب وليه طبعا معلومات او حاطط كل واحد فينا كده شكل لشريك حياته. ففي اللي شايف لو لقى كل الحاجات دي في شريك حياته ان كان اصغر منه هيوافق، وفي اللي شايف انه هيرفض، وده في الاخر اختلافات. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، استنوني راجع لكم. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. What's going on? هنتجنن كلنا ونلعب ونهزر ونعمل كل اللي نفسنا فيه واكتر من كده كمان في الجنان مع أميرة وجيهان يوم الاربع من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. الستات والرجالة بينهم اختلافات كتيرة جدا، ولا هو عاجبها ولا هي عاجباه، بس برضو فيهم حاجات مشتركة. هنتعرف على كل ده في هو وهي مع دينا محمد وشادي محمد يوم الثلاث من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ أسئلة كتير بنسألها لنفسنا، ساعات بنلاقي لها إجابة وساعات ما بنلاقيش، وكلها بتبدأ بكلمة واحدة: ليه؟ ليه الكرة الأرضية مدورة؟ ليه لما بنيجي بنجري لقدام مش لورا؟ وليه خسرنا كأس الأمم؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها وأكتر من كده كمان في برنامجكم ليه مع إسلام محمد يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. انت خلاص حبيت غيري، رحل اللي حبتي يا شيخة. نسمع بقى حاجة جديدة. يا سلام. يا سلام. بعد اذنك ثانية واحدة. ايام زمان، يا سلام على ايام زمان. تصدقوا ايام زمان بجد كانت جميلة قوي. الناس كانت هادية وذوق وشيك، عكس تماما اللي بيحصل دلوقتي. بس في ناس برضو بتحب الايام دي اكتر من زمان. هنعرف الفرق مع عبير مهران يوم الثلاث من الساعة 10:30 للساعة 11 بالليل على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع صفاء ابو السعود في قعدة حكاوي على راديو في السكة. ورجعت لكم بعد الفاصل مستمعينا، ولسه معاكم صفاء وبرنامجكم قعدة حكاوي.
كل واحد فينا اختلف طبعا في اختياراته، وكل واحد كان ليه اسبابه، وكل واحد فينا كان ليه السبب اللي اختار على اساسه الاختيار. يعني اللي قال اوكي انا موافق اتجوزها اكبر مني او يرتبط بيها او يكون لي بيها اي علاقه، واللي وافقت انها ترتبط بيه كان برضو ليها اسباب. فيا ترى الناس اللي وافقت ايه كانت اسبابها النفسيه، وايه الناس اللي قالت لا كان ايه اسبابها لده؟ هنلاقي اللي وافق ان هو يكمل مع حد، يعني كان سواء كانت اكبر منه، ان هو اكيد حبها، لقى فيها مميزات، لقى فيها شريكة العمر، لقى فيها عقلية معينة، ووافق ده. وهنلاقي ان في رجالة بتميل بشكل نفسي انها تاخد ست اكبر منها، سواء كان احتياج نفسي لاحتياجه للام، او هنا كان طفل مدلل فحب ياخد ست تكون اكبر منه تحط له تكون مكانة الام. هنلاقي مثلا في اللي بيفكر يتجوز واحدة اكبر منه للنواحي المادية فقط علشان تنقله نقلة نوعية في حياته ويأثر الطريق والمشوار. وهنلاقي اللي بيتجوز بيدور فعلا على واحدة تكون اكبر منه عشان عقليتها تكون كبيرة ويقدر هو يتناقش معاها وياخد منها قرارات، ما ياخدش واحدة لسه هيبتدي يتكلم معاها ولسه هيفهمها، لا بيحتاج واحدة تكمل معاه مشواره وبيكون ليه اتجاهات معينة، فبيختار ست تكون أكبر منه. يبقى احنا في أسباب بتخلي الراجل فعلا يتجه بشكل نفسي لا إرادي ان هو يميل للست الأكبر منه. مدلل، محتاج لأم تانية، محتاج أمه ماتت وهو صغير وكان مدلل جدا فبيحتاج لحد يكون مكان أمه. بنلاقي ان هو مثلا عايز يقصر الطريق بسرعة، أو فعلا حبها بقى حب خالص وقرر ان هو يكمل حياته معاها، وشاف ان السن مش أكتر من نمبرز، وده مش هو اللي هيخليه ان هو يوقف حياته طالما لقى الإنسان اللي هو عايزه. على النقيض هنلاقي ممكن ستات كتير تحب تاخد رجاله اصغر منها برضو لنواحي نفسيه. هنلاقي مثلا ان هي بسبب برضو وضعها الاجتماعي وان هي ما اتجوزتش فبتاخد انسان اصغر منها علشان تحس بانها مرغوبه وانها مطلوبه، فبالتالي ده بيعمل شكل نفسي بحت عندها. وتكون طبعا غنيه فبتقدر انها تاخد راجل اصغر منها، او فعلا حصل فعلا الحب وقررت انها لقت ان الشخص ده بيقدر يحتويها وبيحبها بشكل معين وانها قادره تكمل حياتها معاه وفي تفاهم كبير جدا فبتقرر تتجوزه. وفي اللي بتلاقي ان هي كانت مثلا صدمت في حياتها او مرت بتجربه فاشله فبتاخد حد اصغر منها علشان يعوضها الفشل ده. فهنلاقي ان في نواحي نفسيه للطرفين تخليهم يميلوا الاتجاه ده بعيد خالص عن الحب. لكن طبعا الحب بيلعب دور كبير جدا في اختياراتنا، وفي احيانا خصوصا في اختيارات شريك الحياه. مستمعينا هنطلع فاصل سريع، استنوني راجع لكم. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية، يلا احنا نبطشية بس صنايعية. ابو شام منور يا بريد، بالحب 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 بالحب، منور يا ريس، بلدنا بلدنا. ايوه هتعدل مزاجك وتظبط الدماغ وهتولع في النبطشي مع محمد المصري يوم السبت من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. من خيرهم ومن غير سخع ولا تدقيق، يعني تجار السبرتو الاحمر، يعني خمرة الفقراء، وسماهم ويلي يا ويلي، واذا يا احباب بتشرفوا عبيتي الديار تقول اهلا بالحباب وابي. كل شخص موهوب في حاجة وكل واحد بيحاول يوصل للحاجة اللي هو عايزها، بس في ناس كتير مش بتعرف توصل علشان مفيش مكان يقدموا فيه موهبتهم. دورنا احنا هنخليك تذيع موهبتك اللي عايز توصلها للناس. ذيع موهبتك مع احمد سيد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. بتموت في قصص الرعب؟ بتحب الألغاز اللي تحيرك وتخوفك في نفس الوقت؟ نفسك تسمع قصص خيالية وحقيقية كمان؟ مين اللي هتقعد تستناه علشان تسمع كل الكلام ده؟ محمد جويلي في المحكمة يوم السبت من الساعة 11 للساعة 12 بالليل، ساعة كاملة هتترعب فيها على راديو في السكة. راديو في السكة
ده مش مجرد راديو، ده حياة. ورجعنا لكم تاني مع صفاء ابو السعود في قعدة حكاوي على راديو في السكة. ورجعت لكم بعد الفاصل مستمعينا، ولسه معاكم صفاء وبرنامجكم قعدة حكاوي، وهنبتدي في فقرتنا التانية، فقرة معلومة على المشي. النهاردة هكلمكم عن مثل دايما كلنا بنسمعه، اللي هو بيقول اللي اتكسر ما يتصلحش. طب يا ترى اللي اتكسر يتصلح ولا ما يتصلحش؟ كلنا طبعا بفكر في المعلومة دي وبنسمعها كتير. في ناس كتير بتقولك اللي اتكسر عمره ما يتصلح، وفي اللي شايف اللي اتكسر يتصلح. بس احنا ليه شايفين اللي اتكسر ما يتصلحش وشايفين اللي اتكسر يتصلح ليه؟ هنفكر شوية كده وهنلاقي ان اللي اتكسر ممكن يتصلح. في ناس شايفة كتير جدا ان سهل تصليح الاشياء المتكسرة، بس حسب احنا نوايانا واتجاهاتنا اتجاه الشيء ده. لو احنا فعلا عايزين نغير الاخطاء دي، نقدر ان احنا نصلح اللي اتكسر. واكبر دليل في علاقاتنا كلها هي علاقتنا بربنا، لان دايما احنا بنغلط ودايما بنرجع لربنا ودايما هو بيساعدنا وبيسامحنا. فطبعا ولله المثل الاعلى. اكيد طبعا في علاقاتنا لازم كلنا نحاول ان احنا نتعامل من المبدأ ده، ان كل واحد فينا يخلي باله في علاقاته ويحاول ان هو يصلح نفسه الاول من جوه ويبدأ بنفسه. فلو كل واحد فينا صلح ذاته وابتدى بنفسه وبقى انسان كويس، اكيد لو هو ابتدى من جواه هيصلح كل الكسرات والوقعات بتاعته، وبدل ما تبقى نقطة ضعف او تبقى حاجة توجعه، هتبقى نقطة قوة جامدة جدا لان هو يستمر ويكمل ويكون افضل، ويبقى شخص عنده نوع من انواع الاصرار والعزم. طيب يا جماعة، ليه كلنا مش بنسمع اي حاجة بنمشي عليها وبنفضل نعدها ونزيدها ومنحاولش ان احنا نغيرها؟ يا ترى ايه السبب؟ هل احنا اتعودنا ان احنا ننقل كل الكلام اللي بيتقال لنا من غير ما نفكر وبنفضل نردده؟ زي حاجات كتير في حياتنا، زي كلمات احنا بنسمعها من بعض وبنفضل ننقلها وفي الاخر بيطلع مصدرها غلط. فلازم اي حاجة احنا بننقلها بين بعض نحاول بشكل او باخر ان احنا نتأكد من مصدرها ونفكر فيها. وهطلع فاصل سريع، استنوني راجعين. استنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، راجعين تاني. هتسمع احلى واجدد الاغاني اللي تسلطنك وتعدل مزاجك، وكمان انت اللي هتختار الاغنية اللي عايز تسمعها، مع هديل عبد العزيز في على المزاج، يوم السبت من الساعة 6 للساعة 7 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. شروق هتقعد معانا وتقول لنا ايه اخر الاخبار اللي موجودة اللي احنا مش عارفينها، وكمان هتقول لنا على المشاكل اللي بنواجهها وهنحلها مع بعض. كل ده في ربع ساعة بس، ربع ساعة مع شروق، يوم الاثنين الساعة 6 مساء على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. جوايا تملي اتنين في خناق وما بيملوش، ما بيتفهموش، شرق وغرب، واحدة رومانسية في خيالها بتحب تعيش والتانية مفيش عندها. انا كل شوية اعمل حاجة وعكسها. طب ده جنان ده ولا مش جنان ولا ايه؟ انا تعبت. صحيح، ده في واحد زمان قال لي على الحل اني اسمع شيزوفوبيا مع كريمة مؤنس يوم الخميس من الساعة 4 للساعة 5 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة. اكتر عيب في الوجه الواحد لما تشوفه صادق مدعي، عينك هتمل اكيد بالوقت، اكيد بالوقت.
بتحبوا تسمعوا اغاني اجنبية؟ بتموتوا وترقصوا على اغاني بيونسي وشاكيرا؟ هتسمعوا كتير وترقصوا اكتر في دانس وجينا مع جينا سام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 9 على راديو في السكة. راديو في السكة مش مجرد راديو، ده حياة. Can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see? You are the one I need. ورجعنا لكم تاني مع صفاء ابو السعود في قعدة حكاوي على راديو في السكة. ورجعت لكم بعد الفاصل مستمعينا، ولسه معاكم صفاء وبرنامجكم قعدة حكاوي، وجينا لفقرتنا الثالثه والاخيره، اسماء ومعاني. زي ما عودتكم كل مره بنجيب شويه اسماء ونعرف ايه اصلها وجت منين. يعني زي كلمه النهارده هكلمكم عن كلمه شويه وازمه وعتبه والهيت هات. لما بنسمع دايما بيقولي هات هات لما هتجيبوا لي الهيت هات، ايه اصل الكلام ده كله هنعرفه النهارده في الفقره ديت. اول كلمه هنعرفها النهارده هي كلمه شويه. الكلمه دي اصلها قبطيه بمعنى قليل او صغير، وهي في الاصل جايه لنا من الحضاره المصريه القديمه، دي كانت موجوده في الكلمات بتاعتنا. كلمه ازمه هي كلمه برضو مصريه قديمه جايه من كلمه اتمو بمعنى صعوبه التنفس، فبالتالي خدنا منها اللي هي استمز وجمعناه وخدنا منها احنا حرفناها لغايه ما وصلت لكلمه ازمه. وكلمه تانية زي مثلا تابوت، هي جايه كلمه من الكلمات القبطيه مصريه قديمه جدا، جايه من كلمه تبت واصلها تابة، وهي من تبوس اليونانية، واحنا ابتدينا نغير فيها لغاية لما وصلناها لكلمة مسطبة. وكلمة فشخرة وهي اصلها فشخور بمعنى فارغ عالي الصوت، ودي كلمة للتفاخر، ودي كلمة مصرية قديمة جدا جدا، واحنا مع الوقت ابتدينا نحرفها من كلمة فشخور لفشخرة. وزي برضو كلمة تانية زي كلمة احنا قلنا الهيت هات لما تقولي هيت هات، هي كلمة برضو مصرية قديمة، والهيت يعني وجع والهات هو وجع القلب، يعني هتجيبولي وجع القلب. الهيت هات هي معنى وجع القلب. وفي كلمات تانية مثلا هنلاقي برضو كان اصلها مصرية جدا جدا زي سيب، وهي اصلها كلمة سبق او يترك او يتبقى، وهي كلمة مصرية جاية من الحضارة الفرعونية. ودي يا جماعة كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله استنوني الأسبوع الجاي حلقة جديدة، وهتوحشوني من هنا الأسبوع الجاي. إلى اللقاء. سكة شفت اتنين ماشيين مع بعضهم، ما تقولش رايحين فين، سيبهم مع بعضهم. بالك مشغول جدا بمشاكل وهموم كتيرة ونفسك تقعد مع حد وتتكلم معاه؟ هنقعد مع بعض كلنا وهنتكلم كتير قوي في قعدة حكاوي مع صفاء ابو سعود يوم الاربع من الساعة 5 للساعة 6 على راديو في السكة. راديو في السكة ده مش مجرد راديو، ده حياة.